السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ الحفلة المنتظرة اللي انا وعدتكم بيها وقلت لكم هتكون على البحر. احنا دلوقتي رايحين حفلة خطوبة بنت اخوي. احنا في القناطر الخيرية، ودي قاعة كوين او باب البحر. فاحنا نازلين بقى عشان هنحضر حفلة الخطوبة. هي الحفلة هتكون في المركب اللي هي مركب كوين دي. هي في وسط البحر او النيل اللي موجود في القناطر. القناطر الخيريه زي ما انا قلت لكم يعني. فانا قلت كده حبيت اعمل لكم جوله سريعه كده قبل ما نطلع المركب. احنا عاملين في الدور الثالث. بصوا انت اول ما تنزلوا من السلم كده تدخلوا في جسر كده هيوديكوا على المركب اهو. وعلى فكره شكله حلو قوي وعاملين دي انوار كده عليه. فانا قلت اصور لكم بقى كل حاجه كده. انتوا عارفين ان انا لما بروح اي مكان لازم افرحكم معايا ولازم اصور لكم كل حاجه وتتبسطوا معايا. فبتدخلوا كده، ده الدور الاول. الدور الاول ده مطعم اسماك. وبعد كده بقى ممكن تقفوا تصوروا هنا. المنظر كان جامد بصراحه، التصوير ظالم الحقيقه. ودلوقتي احنا ساعه الغروب كمان، والشمس كده كان لونها قرص احمر كده، كان منظرها تحفه بصراحه. واحمد ابني لازم بقى يشاقى كده زي ما انتوا عارفين يعني. فالحفله في الدور الثالث. احنا دلوقتي طالعين الدور التاني، برضو في كافيه. الاولاني مطعم والدور التاني ده في كافيه. احنا بقى عملنا في الدور الثالث. هوريكم دلوقتي، هوريكم كل حاجه. فاحنا لما جينا كان خلاص المغرب هيأذن. احنا جايين تقريبا اول ناس. احنا سايبين اصلا مامة العروسه وباباها في البيت، فقالوا لنا دام انتوا جهزتوا روحوا انتوا الاول عشان تستقبلوا الناس. انا عمتها بقى، انا عمة العروسه. فقالوا لي خلاص دام انتوا جهزتوا خلاص روحوا بقى ايه، استقبلوا الناس اللي جايه وكده عبال ما احنا ما نيجي. والعروسه طبعا كانت في الكوافير. فانا ايه الدنيا بقى ايه مش واضحه قوي عشان زي ما قلت لكم دلوقتي المغرب قرب يأذن. القاعه لسه ضلمه، بس هوريها لكم برضو بعد ما ايه ما اتظبطت يعني. هما لسه ما ظبطوهاش. فزي ما قلت لكم ان انا رحت اول واحده بقى في القاعه عشان اشوف الدنيا فيها ايه. ولسه بقى المعازيم ما جوش ولا العروسه، فخليكم معايا بقى هوريكم كل حاجه بقى بعد ما يقولوا الانوار والعروسه تيجي لحد الاخر خالص. كده القاعه اهي بدأت الانوار اللي هي تقيد. و... وانا بقى ايه كنت عماله اصور انا وجنة وتوته واحمد. عمالين نصور بقى، صورنا شويه صور حلوين قوي في اخر القاعه كده، وفي القاعه والبحر ومنظر الغروب. حاجه كده تحفه بصراحه. ده النيل يعني، احنا بنقول عليه بحر وخلاص. عشان احمد ابني يقعد يقول لي هو ده النيل ولا البحر، اقول له والله العظيم هو النيل بس احنا بنقول عليه البحر وخلاص. وعرفت برضو الفرق بين النيل والبحر، ان البحر ميته مالحه والنيل ميته عذبه. ده النيل اللي احنا بنشرب منه. فدلوقتي اهو دلوقتي ايه بدأت المعازيم تيجي، واحنا قعدنا اهو. حجزت الترابيزه بقى في الاول عشان اشوف العروسه حلو. وما حبيتش ناحيه البحر، انا بخاف اصلا من الميه. فحجزتها الناحيه التانية ناحيه الكورنيش كده. ودلوقتي المعازيم بدأت تيجي اهي، بس منتظرين العروسه هي اللي لسه ما جاتش. فانا ايه قاعده كده جنب الشباك قاعده كده. في الاول في ميه تاني اهي. المنظر بصراحه هناك تحفه يعني. هي القناطر اصلا كلها جميله على الكورنيش كده، كلها حلو. فالقاعة دي الكوشة بتاعت العروسة. وبدأت بقى ايه كله يجي كده زي ما انتم شايفين. القاعة بصراحة جميلة، والأجواء هناك حلوة قوي يعني، تحفة بصراحة. ويعني حاجة جميلة كده وانتوا قاعدين على البحر، ومية من قدامكم من حواليكم من كل ناحية. فزي ما قلت لكم دلوقتي احنا منتظرين العروسة لسه ما جاتش. هنقلكوا كل حاجة من اول ما العروسة تيجي. هنزل تحت كمان اول ما العروسة تيجي هصورها لحد ما العروسة نخلص الحفلة وكمان نروح. فخليكم معايا بقى. عايزه اقول لكم حاجه مهمه، الناس اللي مشتركتش في القناه تنزل بسرعه تشترك. الناس المشتركه بشكركم جدا جدا، وحطوا لي لايك. بصوا يا جماعه ان شاء الله قريب هعمل مسابقه لكل الفانز اللي عندي. فاللي عايز يشترك في المسابقه يكتب لي في الكومنت، وكمان يعمل لي كومنتات كتير عشان ابقى عارفه الناس اللي متابعاني دايما باستمرار. لان دول لهم مفاجاه يعني، مفاجاه جامده وحاجه خاصه كده، بس هقولها لكم بعدين. خليكم معايا. بصوا يا جماعه دلوقتي أنا نزلت تحت عشان خلاص قالوا العروسه جايه تستنى عليها، قالت خلاص جايه في الطريق. فاحنا منتظرين العروسه. فحبيت اوريكم بقى الاجواء كده على الكورنيش. خليكم معايا وهشوف العروسه مع بعض.
بطول. المية في الكوباية أنا بدأت أفهم وصلت النص الفاضي منها فاستغربت بضحك على الأيام اللي عدت الحزن واليأس وشايف الصفر مليان فالوقت عادي مش مهم يضيق. بس خلاص وانتي اعملوا باي طيب وانتي نجلاء كل اللي عايز احمد اهو فين يا اسماء وانا هنزلك استني العريسه يا ندى يا ندى يا ندى يا ندى مبروك مبروك. كلمي عبدو اعمل باي اي حاجه طيب يلا بقى صوري عبد طيب عشان استني يا ندى استني يا صفا استني ثواني وانت كنت اخوه. بس انتي لا مش انت. شو معاك القبوب هاي عندي 7 فصلات. يلا يا ندى تعالي جنة خدي صوري لا طب بصي استنى صوري مع العروسة احمد فين صوري يا شوشو بس صورت حلو. يعني يا نور تعالي صورني ريف احمد اللي صوراتي لا يما اهو عيب عليك عشان انت ما صوريني طيب وسعي يا حبيبتي وسعي كده وسعي انا لا ارفعها كده بعدين بقى راح عليك راح وسعوا من ورايا يا جماعه.
الغالب عزيز الجبار. كمثله شيء وهو السميع البصير. الله نتسلى نضيع وقت نروح الفيلا لان عجبنا نلم الشله نجيب كراميلا انا جبت اخرها كراميلا الشله كراميلا الشله ما صاحبش فاضي كتير هتكلم مربين في راني انا صاحب التقدير هتكلم واركب تتاني فارس الاتاري مش حلوه زي اللي في بالي مش كل اللي تشوفه غيري مش هقدر بس غيري اخواتي
منظر البحر. يا بنتي يلا يا طيب اطلع لا عايز طيب استنى بس اقول قدام استنى يا عم مسلم باي ماشيين يا جماعه الاجواء بقى الاجواء بتاعتي. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. بشكر جدا كل الناس اللي متابعاني، وقولوا لي ايه رايكم، اكتبوا لي تحت في الكومنت، وعقبال عندكم كلكم، وربنا يفرح يا رب كل البنات، وما تنسوش تحطوا لي لايك. باي.